ماتت بسبب البودرة، والتاني اختفى بعد ما عمل دور بلطجي. ممثلين اتشهرت أدوارهم لكنهم اختفوا. في ممثلين كتير بيكونوا دخلوا الوسط الفني وعملوا جمهور وشخصيات مميزة، وفجأة يختفوا وما نعرفش عنهم أي حاجة. راحوا فين؟ طب مصيرهم إيه؟ محدش يعرف حاجة. اللي اتمسكت بالهيروين واللي هاجرت على أمريكا، وأشهر واحد بيعمل دور البلطجي في السينما طلع ابن مخرج كبير قوي. طب الممثلين دول أصحاب الدور الواحد اللي محدش فينا ممكن ينساهم، يا ترى اختفوا فين؟ تعالوا نشوف أسرار حكايتهم. يا ترى فاكرين الممثل أنون اللي كان عامل دور البلطجي في فيلم صاحب صاحبه؟ أهو ده اسمه هشام جمعة. متضحكش ليه يالا؟ كفاية. ولو شفتوه هو بيتكلم ثقافة ولباقة هتخليكم مش مصدقين إن هو ده اللي عمل دور البلطجي وأبدع فيه. ده غير إن هشام جمعة يبقى ابن المخرج المسرحي الكبير حسين جمعة، وعنده 3 إخوات، الكبير ضابط والاتنين التانيين محاسبين، وهشام هو الوحيد فيهم اللي قرر ياخد سكة الفن ودرس في المعهد العالي للفنون المسرحية وحب الإخراج واشتغل فيه، ومحدش كان عارف إنه بيمثل غير 2 أصحابه، اللي منهم أشرف عبد الباقي وهو اللي رشحه لدور أنون. وهشام قال إن من يوم تصوير الفيلم في 2002 لحد دلوقتي والناس لسه بتناديله أنون، وقال إن اللي ساعده في الدور ده إنه مخرج وفاهم، وعشان كده هو اقترح على مخرج الفيلم سعيد حامد إنه يحلق شعره، وده عشان في آثار جروح بسبب حادثة هو تعرض لها، وده طبعا خدم الشخصية جدا. وبعدها هشام ساب التمثيل واتجه للإخراج اللي بيحبه أكتر، وأخرج مسرحيات كتير زي رد قلبي بطولة أشرف عبد الباقي وياسمين عبد العزيز. نيجي بقى لفيحاء بطلة فيلم اللي بالي بالك اللي هي الممثلة نيفين مندور، ودي بقى ولا ممثلة ولا ليها علاقة بالفن أساسا. كل الحكاية إن ابن أخت الفنان محمد سعد شافها بالصدفة وعرض عليها تمثل، وكانت في الأول رافضة المبدأ تماما، واللي أقنعها الفنان سامي العدل اللي كان صديق مقرب لوالدها. وبعد الدور ده شاركت في مسلسلين رجع لك يا اسكندرية ومطعم تشي توتو، واختفت بعدها لحد ما اتفاجئ الجمهور سنة 2013 بالقبض على نيفين هي و2 شباب حاولوا يهربوا من كمين، واتمسكوا ب80 جرام بانجو واتسجنت لفترة وخرجت بكفالة 5000 جنيه. لكن هي نفت الموضوع ده وقالت أنا ما اتسجنتش، لكن المقصود كان والدي لأنه كان شغال مساعد أول وزير داخلية وحبوا يكسروه بيا، وقال إنها أخدت براءة من أول دقيقة. أما بقى سامح العترمي جوز داليا البحيري في فيلم محامي خلع، وهو الفنان طارق نصار، وده كمان برضو ملوش أي علاقة بالفن. كل الحكاية إنه لاعب سلة وكان جار مخرج فيلم محامي خلع، فعرض عليه يعمل الدور، ورغم إنه كان ما بيعرفش يمثل وهو معترف بكده، لكن الدور ده فتح له سكك كتير وخلاه يشتغل في أدوار تانية، ويشارك في مسلسل مؤسسة شهر العسل وفيلم لحظات أنوثة. لكن الفيلم قضى عليه تماما لأنه محققش لو حتى ربع جنيه إيرادات، ومن بعده طارق قعد في البيت يجي 10 سنين لحد ما ظهر في مسلسل ليالي أوجيني في دور صغير جدا محدش أخد باله منه، وبعدها بعد خالص عن التمثيل وركز في الرياضة وبقى عضو مجلس إدارة نادي الجزيرة. نيجي بقى للبنوتة الصغيرة اللطيفة مايا شيحة بطلة فيلم أسرار البنات، ودي تبقى أخت الفنانين هلا شيحة وحلا شيحة، وأصلا ده كان دور أختها هنا، لكن المخرج مجدي أحمد شاف مايا ولقاها أنسب لأن كان عمرها 13 سنة وهو ده السن المطلوب، ورغم قلة خبرتها قدرت تعمل الدور بجدارة والكل اتوقع لها مستقبل كبير في الفن. لكن هي اختفت تماما بعدها وسافرت تدرس في بيروت واتجوزت هناك وخلفت وعملت مشروع ملابس في ميامي، وبعدها رجعت مصر وفتحت أتيليه وعملت براند باسمها، وبعدها قلعت الحجاب لأنها كانت اتحجبت فترة زي أختها. أما بقى جمانة سكرتيرة مستر فواز في فيلم عندليب الدقي، ودي كانت فنانة سورية مبتدئة اسمها هبة نور، وما كانتش مصدقة أصلا إنهم اختاروها لدور كبير زي ده، والدور فعلا حقق لها انتشار كبير. لكنها أكدت إنها لما رجعت سوريا بدأت من الصفر لأن الدراما السورية صعبة، ونفت إشاعة جوازها في السر، وأكدت إنها ما اتجوزتش غير مرة واحدة بس وهي عندها 16 سنة. أما الفنان أيمن قنديل أو المعروف بتهامي باشا صاحب الجملة المعروفة أنا بضيع يا وديع، دخل في التمثيل صدفة بسبب عمل خير عمله للريجيسير، فخد تليفونه ولقاهم بيتصلوا بيه بيقولوا له تعالى قابل المخرج، واتفقوا معاه على 5 إعلانات مرة واحدة، والإعلانات نزلت وكسرت الدنيا. وفي 2011 عمل فيلم أنا بضيع يا وديع وحقق ساعتها إيرادات 11 مليون جنيه، وطبعا ده كان رقم كبير قوي. لكنه اختفى بعدها وظهر تاني في مسلسل الداعية وفيلم سمير وشهير وبهير، بس بعد عن الساحة الفنية تاني بسبب وفاة والدته.
وبعدها أخوه الصغير. لكن هو ظهر قريب وقال إنه مضطر يدور على أي دور لأنه ما عندوش أي مصدر دخل تاني غير التمثيل. قولولنا مين أكتر فنان في دول دوره معلق معاكوا أو فاكرين له جمل.